أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وتغطية خاصة عن نهر العراق الثالث الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري. كونوا معي. ولد الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري في 26 من يوليو 1899 ونشأ بمدينة النجف الأشرف في أسرة أكثر رجالها من المشتغلين بالعلم والأدب. درس العلوم العربية وحفظ كثيرا من الشعر القديم والحديث ولا سيما شعر المتنبي. وتعود قصة التسمية والنسب بالجواهري إلى عائلة نجفية عريقة نزلت في مدينة النجف منذ القرن 11 الهجري، وكان أفرادها يلقبون بالنجفي، وقد اكتسب لقبها الحالي بالجواهري نسبة إلى كتاب ألفه أحد أجداد الأسرة النجفية وأسماه جواهر الكلام. محمد مهدي الجواهري شاعر عربي عراقي يعد من بين أفضل شعراء العرب في العصر الحديث، وله مؤلفات وأبرزها ديوان الجواهري، وتميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي. وأهم القصائد التي كتبها قصيدة يا نديمي، وقصيدة أعيذكم من كذبتين، وقصيدة وحي الرستمي، قصيدة نشيد العودة، وقصيدة في العيد، ونزوات، وليلة معها، والبادية، وتحية الوزير. ومن أهم القصائد التي تغنى بها هي يا تجلة الخير يا أم البساتين، التي كتبها في شتاء 1962 حيث كان في الغربة. حينها كان الشاعر يمر بأزمة نفسية حادة أثر اضطرابه إلى مغادرة العراق هو وعائلته. وتجلة الخير هو النهر الذي يتعرف به العراق، ويخبره أن لو جاب الأرض كلها فلن يقدر أن يرتوي إلا منه وحده، وهو الذي تلوم الحمامات البيض به، ولا غنى ولا كتب لأي مخلوق عنه. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. قد التقى بحياته بملوك ورؤساء وشخصيات عراقية وعرب وأجانب، وحصل على الميداليات الدولية والعربية التي لم يحصل عليها غيره. وعن سر القبعة التي كان يعتمرها الجواهري، فقد أصيب بنزلة برد حادة حيث كان يشارك في مؤتمر أدبي في الاتحاد السوفيتي السابق، ونصحه الأطباء بارتداء غطاء رأس لوجود حساسية في رأسه، فلفتت انتباهه قبعة معروضة في حانوت المستشفى فارتداها، ومنذ ذلك الحين بقيت تلازمه لحين وفاته، ولم يكن يخلعها حتى أثناء النوم. توفي الجواهري يوم 27 من تموز 1997 في دمشق، ولم يوصي بدفنه في بلده العراق، فدفن رحمه الله في مقبرة الغرباء في العاصمة السورية قرب مرقد السيدة زينب، وكتب على قبره: يرقد هنا بعيدا عن دجلة الخير محمد مهدي الجواهري شاعر العراق الأكبر. هذا وفي النصف الأول من عام 2011، وبعد نداء ومناشدات ثقافية عراقية وعربية واسعة، قررت أمانة بغداد استملاك بيت الشاعر الخالد محمد مهدي الجواهري الواقع في منطقة القادسية حي الصحفيين. وجاء قرار الأمانة بالعمل على تحويل بيته إرثا ومركزا ثقافيا وطنيا ومتحفا يضم كل مقتنياته وآثار شاعر الأمتين العراقية والعربية التي تناهبتها الأحداث والمقتريات، وآخرهما اغترابه في العاصمتين التشيكية والسورية منذ عام 1980 وحتى رحيله في عام 1997.
وأخيرا ماذا قال الجواهري عن العراق؟ قال: يعز علي أن أكسر عين العراق لأن عين العراق لا تكسر أبدا. رحم الله شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري. بارك الله فيك. قدم الجواهر والأمانة. من بيت الجواهري في بغداد حي القادسية كانت هذه التغطية عن حياة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري. تابعوني وتغطيات أخرى إن شاء الله. حياكم الله. سجل عندي رقم نمبر 1.